سلم على النبي، صلي سلم على النبي، صلي سلم على النبي، صلي سلم على النبي. وانت رايح وانت ماشي وانت جاي، ضاق حالك يا اخي عسجادك اتكي، ضاق حالك يا اخي عسجادك اتكي. والإلهك 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 اشتكي. نصيحة قل يدي مسلم تكن تقي، واحفظ أخلاق النبي، صل سلم على النبي، واحفظ أخلاق النبي، صل سلم على النبي. وانت رايح وانت ماشي وانت جاي، اصحى اصحى جاوب عالسؤال، أما جنة رحلنا. اصحى اصحى جاوب عالسؤال، فما جنة رحلنا. والأمان ثم خيرك كلما أسعدت ليك، والأمان ثم خيرك كلما أسعدت ليك. وانت رايح وانت ماشي وانت جاي، كلما كان الخيار ربه جنة ليس نار. جنة كلما كان الخيار ربه جنة ليس نار. اصحى امحيها المخاوف، عارف الله شايف. اصحى امحيها المخاوف، الله عارف الله شايف. واحفظ اخلاق النبي، صل سلم على النبي، صل سلم على النبي، صل سلم على النبي، صل سلم على النبي. زميلتي الجميلة الإعلامية المتألقة أحلام المنصوري، تحياتي ليكي. السلام عليكم ورحمة الله. لصديقي العزيز المطرب الجميل عبدو عفيفي، تحياتي. Bonjour, حبيبي أستاذ إيهاب يا جميل والله العظيم يا محترم. Notre programme d'aujourd'hui est un programme social. Nous vous présentons avec l'homme de médias Eheb Halim et l'artiste Abdou Afifi s'adressant à vous, la poète Mansouri, la poète tunisienne Mansouri Ahlem. Notre programme social, la réconciliation avec soi-même. التصالح مع الذات. فضل العالمية إيهاب حليم. مرحبا المطرب عبدو عفيفي. برحب بكم مرة تانية أستاذ أحلام. النهارده في حلقات البرنامج بتاعنا اللي إن شاء الله أنا متأكد هيكون من البرامج المتميزة على السوشيال ميديا، إن إحنا هنقدر إن شاء الله نقدم دراما ومادة إعلامية محترمة لكل المشاهدين اللي بيتابعونا في كل العالم. برحب بك مرة تانية زميلي العزيز والمطرب المتألق عبدو عفيفي، زميلتي العزيزة والمتألقة دائما الإعلامية والشاعرة التونسية أحلام المنصوري. نتمنى لنا جميعا يا رب العالمين التوفيق والنجاح والسداد، وإن شاء الله يكون برنامج بقيادتكم أستاذة أحلام أستاذ عبدو، إن شاء الله برنامج ناجح. هي موضوع التصالح. إيهاب وجودي معاك شرف كبير طبعا. أشكرك. موضوع التصالح مع النفس يا جماعة أو التصالح مع الذات هو موضوع مهم جدا، والحقيقة أوقات كتيرة جدا إحنا بنبقى محتاجين إن إحنا نتصالح مع ذاتنا، نتصالح مع أنفسنا. ولو عايزين نتكلم
بنتكلم عن موضوع التصالح مع الذات او التصالح مع النفس، مش هنقدر نلاقي ريفرنس او مرجع اكثر قيمه من اجمل ما قال شمس الدين التبريزي. فهو تكلم عن الصلح مع الذات والصلح مع النفس، وقال: احب الاشخاص الاقوياء، خاصه اولئك الذين تكمن قوتهم في رقتهم وعطفهم، فلا يوجد في الدنيا اسهل من الكراهيه والبغضاء، اما الحب فهو يحتاج الى نفس عظيمه. سامح نفسك، اقبلها بقدر ما فيها من مزايا وعيوب، ودائما ابحث عن السلام بداخلك، وتحرر من قيود الخاطئ حتى لو كان متأمرا. اتجه دائما بيديك نحو الرضا والقناعة، وتوقف عن الشكوى، وكن دائما إيجابيا مع نفسك ومع الآخرين الذين يعيشون معك وحولك. ايه هو يا جماعة مفهوم التصالح مع الذات؟ L'une des plus belles des choses, Shamsuddin Tabrizi, qu'il a dit j'aime des gens forts, surtout ceux dont la force réside dans leur tendresse et leur compréhension. Pardonnez-vous. Bonsoir tout le monde. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous et acceptez-vous autant que vous avez des avantages et inconvénients. Ramez à la recherche de la paix en vous, libre des chaînes du passé, même si c'était mal, même si c'était mal. Amenez-vous main vers la satisfaction et le contentement. Arrêtez de la plaindre. Dessinez objectif et soyez positif. يجب أن نكون إيجابيين. أنا أدعو أستاذ إيهاب حليم المطرب عبده أنه بما أنه حكينا عن الإيجابية، أنه نكونوا إيجابيين في تصالحنا مع الذات، أنه يكون نبدأ بغنية باش نكونوا إيجابيين بدعوة إلى المحبة. شنو رأيك؟ نبدأ بصوت عبده بعد إذنك بسرعة. والله استاذ احلام، يمكن التصالح مع النفس، وزي ما قال الاستاذ ايهاب حليم طبعا الاعلام الكبير، ان التصالح مع النفس هو الحاجه اللي بتميز الانسان الخير من الانسان الشرير، هو اللي بيفرق ما بين الانسان وما بين الحيوان. التصالح مع النفس ان الانسان يعيش بطبيعته اللي ربنا خلقه عليها الاساسيه. فاذا حابين ان احنا نحتكم في حاجه ده، فطبعا اكيد يوم ما هنقول حاجه هنقول مثلا آيات من كتاب الله الذكر الحكيم، لما ربنا قال في سبحانه الله تعالى في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأعتقد يمكن كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الأقوى وهو الأحكم في إن هو يعرفنا يعني إيه التصالح مع النفس. أما الأغاني بقى، فإحنا بدأنا إن إحنا نجيب الأغاني دي بحيث إن إحنا نقرب الشعوب من بعضها، لان مش كل الاديان متوافقه مع بعض، مش كل الحكم متوافقه مع بعض، لكن احنا بدأنا ان احنا نتوافق مع العالم كله في معلومه زي كده او حاجه زي كده بالاغاني او بالرياضه او باي حاجه. فانا بدات بكلامي بايات من ذكر الله الحكيم. اتفضل استاذ ايهاب. في ناس كتير ممكن تسالنا عن ما هو معنى او مفهوم التصالح مع النفس أو التصالح مع الذات. الرضا والقناعة بما قسمه لك ربنا سبحانه وتعالى هو نموذج من نماذج التصالح مع النفس أو الذات. القبول الذاتي بكل صدق وشفافية، وتقبل أخطاء الآخرين على إنها جزء من التجربة الإنسانية التي منحك الله إياها لكي يختبرك في هذه الحياة.
أستاذ إيهاب لهنا بربي خلينا نتناقشوا في الوضعية لهنا في مفهوم التصالح مع الذات. وبربي اللي عنده سؤال ينجم يسألنا أستاذ عبدو، ماذا بينا نشوفوا الكومنتارات باش نجاوبوا أي إنسان عنده سؤال في مفهوم التصالح مع الذات يسألنا. بتجربتنا البسيطة في الحياة نجموا نجاوبوكم بالبحوث اللي شوية عملناها، عنا القدرة على الإجابة ولو كانت بسيطة مثل الكل. نفسي مفهوم الرضا والقناعة. مفهوم الرضا والقناعة اللي هو يختلف من إنسان إلى إنسان. pour dire aux occidentaux aux Arabes، خاطر يمكن الأستاذ الإعلامي إيهاب حليم يخاطب العرب لتوسيع دائرة المستمعين، خاطر الأصدقاء يخاطبوني في كندا نحبوا نفهموكم، نحبوا نتبعوك ما نفهموكش. حبيت ندخل الفرنسية ولما الإنجليزية في قدم الأيام اللي باش الأصدقاء يتبعوني وكيعاودوا يتفرجوا في حلقتنا على الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا على اليوتيوب يفهموني. قربت لكم بالفرنسية. نحكيو على مفهوم التصالح مع الذات، اللي نحكيو باش نفهموكم في pour vous expliquer le concept اللي نحكيو عليه هو la réconciliation avec la soi-même، اللي هو التصالح مع الذات. مش الناس الكل يقبلوا رواحهم، مش الناس الكل يقبلوا أخطائهم أستاذ، مش الناس الكل فما اللي يقبل ذاته ويتصالح مع ذاته، اللي يقبل محيطه، اللي هو في علاقة طيبة مثلا مع عائلته، اللي عائلته تعرف تتعامل معاه. هذا تنفسه. مي فما اللي راهو في هنا في التصالح مع الذات، فما راهو هنا فما سؤال كبير اللي راهو ينجم يقع الانحراف. هي أستاذ في النقطة هذه بالذات إن اللي باش يتدخل فيها الأستاذ عبدو، واللي هو أصريت أنا بإصرار مني أنه نستعملوا كلام الله. والنقطة المهمة هي العودة إلى الله حتى لا يقع الانحراف، وهي هذا ما يميزنا عن غيرنا، اللي هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى، العودة إلى كتاب الله واللي هو فيه كل شيء لفهم ما نحن عليه. وبالتالي الانطلاق من ذواتنا، الانطلاق من أنفسنا لفهم ذاتنا في حد ذاتنا، معناتها باش ما يقعش الانحراف. بما معناه إذا أخطأت أنا باش نسألك، أنت غلطت غلطة كبيرة اش تعمل مع روحك؟ أنت غلطت غلطة كبيرة وروحت اش تعمل مع روحك؟ الحالة هي طبعا أول حاجة الرجوع لربنا سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والتقرب، إن دي أكتر حاجة ممكن تكون بلسم للروح والنفس، هو التقرب من ربنا سبحانه وتعالى وطلب المغفرة. شوفي، مفيش أسهل من إن الإنسان يقنع نفسه بشيطانه إن هو صح وإن اللي بيعمله صح. نعم. لهنا أستاذ كان ميكرويا مسكر، قلت لك إذا أنت أخطأت خطأ تشوفوا أنت خطأ كبير، يجب هو يكون خطأ بسيط. لهنا وأنت وعدت إلى المنزل وأنت تلوم نفسك وساخط وباغض، في الحالة هذه كيف سيكون تعاملك مع نفسك؟ يعني هل ستكون موقع الجلاد؟ هل ستجلد نفسك؟ هل ستسامح نفسك؟ هل ستحاسب نفسك؟ ماذا سيكون موقفك مع نفسك لهنا؟ فرق كبير ما بين جلد الذات والتصالح مع النفس. التصالح مع النفس أو حساب النفس ده واجب على كل فرد، كل يوم بالليل قبل ما ينام يحسب حساباته كويس ويقول أنا أخطأت في حق مين، أنا ضحكت على مين، أنا استحليت بالخطأ فلوس مين، وتعاملاتي كانت مع الناس شكلها إيه. دي محاسبة النفس، هي دي اللي لازم كل إنسان يعرف يحاسب نفسه كويس. لكن جلد الذات أنا بعتبره هو وسوسة وإعاز من الشيطان، إن جلد الذات في بعض الأحيان بيخلي الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى هو رب المغفرة ورب الرحمة،
طول ما الانسان عايش على وجه الارض، طول ما باب الرحمه والغفران مفتوح. الله. فبالتالي جلد الذات هو ده وسوسه من الشيطان، يوعظ لكل واحد: يا عم ده انت غلطت النهارده، هو انت تفتكر لو ركعت وصليت هو ربنا يغفر لك؟ ده انت اللي عملته ده من الكبائر، مش هينفع. هو لازم يقنعك كده عشان انت تجلدي ذاتك وتقولي ده انا خلاص. هذا هو الشيطان، هذا بالظبط، الشيطان. بالظبط. وبالتالي اذا كان الانسان ما سامحش نفسه في اللحظه هي، هو الله سبحان الله، اذا كان الله هو غفور رحيم، الله هو غفور رحيم. اذا تعاملنا مع الله باسمائه الحسنى وناديناه باسمائه الحسنى وحفظنا اسمائه الحسنى، اذا نستطيع ان نعامل انفسنا بلين وبرفق، نستطيع ان نسامح انفسنا. هذا هو مظبوط. وحاجه أستاذة مهمه. أحلام، تفضل تفضل استاذ. مبدئيا إذا الإنسان جه وقت الليل وروح البيت وقال في نفسه من جواه أنا غلطت، أنا عملت غلط، دي مبدئيا في حد ذاتها إن هو سهل جدا إن هو يكون متصالح أصلا. لأن في ناس كتيرة جدا مش بتنام ولا تفكر هي غلطت أو زعلت مين أو أذت مين. فالإنسان اللي يروح ويتكلم مع نفسه كده أصلا، فده متصالح مع نفسه، ده متصالح مع نفسه تلقائي سبحان الله وتعالى. هو عايز ينام، أنا يفكر أنا زعلت فلان، أنا أذيت فلان. بس مش كل الناس بتعمل كده. ثانيا مش هنرمي اللوم برضه على الشيطان في حاجات كتيرة جدا، لأن أصلا النفس أمارة بالسوء. يعني لما نيجي مثلا في شهر رمضان، ما الشياطين كله متسلسل، ما حدش بيقرب منك، وبرغم ذلك احنا برضه بنعمل غلط. الغلط ده الشيطان ما مش بيهرب من السلسله ويجي لك، لا، النفس اماره بالسوء. فالواحد بيحفظ نفسه، وان النفس دي ما تامروش بالحرام او والعياذ بالله بالحاجه اللي مش كويسه. ان هو دايما يحط ربنا قدامه في كل معاملاته. النميمه من اصغر حاجه، النميمه والكذب، طبعا الكذب من اكبر الكبائر. فالتصالح مع النفس يخلي الانسان اقرب الى الله. يعني تصالح مع نفسك هتلاقي نفسك اصلا قريب من ربنا سبحانه وتعالى. لهنا فما نقطة عرج عليها الإعلامي إيهاب، وهو فرق بين أنك تسامح نفسك وفرق بين أنك معناها تواصل في مش الليلة تجي تقول أوكي أنا تسامح وغدوة تعاود تظلم الإنسان هذاك مثلا وكل ليلة لا. هو أنك تسامح نفسك، ما تكونش قاسي على نفسك، ولكن تصلح من نفسك، تصلح تعاتب نفسك، صحيح تعاتبها ما تكونش قاسي عليها، ولكن في إطار أن نصلح من أنفسنا، يكون هذا درس نحو الجمله الإيجابي. اللي قالها الاستاذ ايهاب اللي هو تعذيب النفس او حسابها بالشكل الضخم جلد اللي النفس، اتصف بيه من شويه. جلد هو استاذ ايهاب قال جمله جميله جدا جدا. جلد النفس يعني هو اصلا الانسان عباره عن روح والنفس. هو ما ينفعش ان هو اصلا يجلد نفسه، لان هو اصلا مش ملكه، والا ما كانتش النفس تامره بالسوء. يعني هو مش ملكه، النفس دي او الروح مش ملكه، أستاذ لكن ما ينفعش عبدو، يعذبها فما حكي ويحاسبها. صارت لك انت في اللايف، نحبك تحكيها على المباشر. الاستاذ اللي جاك على اللايف وقال لك انت تقصدني انا، بربي نحبك تحكيها، خاطر مسكين هذاك نحسه قاعد يجلد في روحه، لازاي خذا عقاب معناها في الدنيا، ولا زي قاعد متعذب معناها. والله هو يمكن الشخص ده والله انا ما اعرفوش يا استاذ ايهاب جيدا، وطبعا لا داعي لذكر الاسماء، لكن الشخص ده قد ايه هو عذبني بجمله وهو لا يقصد، اقسم بالله لا يقصد. انا كنت بتكلم فبقول يا جماعه اللي يظهر للناس وداخل في اي مشوار مع الناس يتكلم معاهم بروحه باخلاقه الفنيه. ما تبقاش انت بره بتعمل حاجات مش كويسه خالص وبعدين تيجي تحاول تلبس قناع تاني عشان خاطر تظهر بيه بشكل كويس. لا، حاول انك انت اذا كان هنا او هنا تتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما تبقاش بره من بره حاجه كده وتيجي تعمل لي فيها نفسك ايه شيخ. حاول انك انت تبقى كويس يعني في كل حالاتك. ففوجئت، انا ما اعرفوش والله العظيم، والله العظيم ما اعرفه غير يمكن من 3 4 ايام. قال لي انت تقصدني انا علشان انا حياتي بره حصل فيها كذا، واتكلم حصل فيها كذا 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 كذا، وانت جاي بتتكلم عليا. قلت له اقسم لك انا ما اعرفك ولا بتكلم عنك ولا عن اي حد. فده في حد ذاته هو بيجلد نفسه يا استاذ احلام، ده بيجلد نفسه.
والله هي قال العظيم لك انا عايز شنو الاستاذ قال ايهاب لك؟ يقعد معاه بأنه ويكلمه هو قسما بالله. أخذ عقاب ودخل السجن، بأنه سجن لشيء ما، والأستاذ عبده هو يقصده. معناها أنا حبيت نقول اللي الراجل هذا لزاه هو تعاقب في حياته، دخل السجن وبقى هكا السجن يتبع فيه، ولا أي إنسان يقول كلمة يظن أنه يقصده. معناها إذا الإنسان هذا هو قاعد يعذب في روحه، حتى رغم أنه أخذ عقاب في الدنيا. معناها قالوا أنا راهو ما عملتش حاجة خايبة في حياتي، فقط أني ربما سرق أو عمل حاجة هو لأنه هو كانت خاص مشكلة يوم. عادية جدا جدا وظلم فيها قالوا يعني. لم أظلم كانت لم مشكلة أظلم. عادية جدا يعني، بعيد عن الشرف واخلاق الشرف. إذا احنا حكينا كانت مشكلة على عادية خالص. المفهوم. مم. اتفضلي يا استاذ احلام، اتفضلي. مفهوم حبينا أن نعرفه بالتصالح مع النفس. التصالح مع الذات هي أول حلقاتنا، أول بداية البرنامج، وبعد إن شاء الله باش نبدأ نحكيو في برشا تفاصيل، برشا نعرجوا على تدقيق خاطر بالحق هو برنامج متفرع برشا. كي نخصصوه ما نكملوش خاطر حياة كاملة. كي نعرفوا أستاذ هذا التصالح مع الذات في مفهوم، ونركزوا على أساسيات. يعني من أساسيات مفهوم التصالح مع الذات نحكيو على الرضا أولا، ثم القبول الذاتي بصدق وشفافية وتقبل أخطاء الآخرين. وموضوع تقبل أخطاء الآخرين ده حاجة مهمة جدا يا أستاذة أحلام، يا أستاذ عبده. فكرة إن أنا مبقاش متصيد لأخطاء الآخرين. في إنسان هو بطبيعته يتصيد لك الأخطاء، يبقى منتظر إن أنت تخطئي علشان يمسكك ويبتدي بقى أنت وأنت 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 وقلتي وعملتي وسويتي. لا، لازم الإنسان يبقى أكثر تسامح. لازم الإنسان، إحنا عندنا في لهجتنا المصرية بنقول يفوت. يعني إيه يفوت؟ يعني دايما ما تاخديش للإنسان اللي قدامك على الكلمة. فلازم يبقى عندك تصالح مع الآخرين وأخطاء الآخرين، وتبقي متأكدة من حاجة، او انه باش يظهر بطولاته. يعني انا معناها ربما لاني انا ما ظهرتش، انت انسان ناجح، شنو نعمل انا؟ اني انا اتصيد لك الخطا لاظهر بطولاتي. مظبوط. او حاجه تانية، او تظهري المثاليه ان انت نبدا نشكر في روحي. مثاليه. هو مين فينا مش خطاء؟ الانسان خطأ بطبعه، وجدنا لنخطئ، وجدنا خطائين بطبعنا بطبيعه. بالضبط، كلنا خطائين. فبالتالي بلاش وش المثاليه ونفترض في نفسنا دايما ان احنا الصح وان احنا ما بنغلطش. لازم دايما نلتمس العذر للاخرين. بص يا استاذه احلام، علمونا زمان اهالينا لو انت عايزه يكون عندك مغفره التمسي العذر للي قدامك. الله. بمعنى لو انا والاستاذ عبده دلوقتي وانا بتكلم، وسامحني يا اخويا يعني انا ما اقصدش حاجه طبعا، انت فوق دماغي، لكن انا غلطت في الاستاذ عبده، قلت كلمه مش كويسه. لو الاستاذ عبده انسان متسامح مع نفسه هيقعد ما بينه وما بين نفسه يقول ايه؟ ده اكيد ايهاب عنده مشكله، ده اكيد ايهاب عنده حاجه نفسيه مش مظبوطه، ده اكيد ايهاب عنده ضائقه ماليه او في حاجه هي اللي ممكن تخليه يعمل كده. لما تحطي اعذار نفسك تهدى، ويبقى عندك القدره على التسامح، ويبقى عندك القدره على المغفره. لكن مش هتحطي الاعذار ومش هتحطي اسباب، هتبقي متصيده الاخطاء اللي قدامك، وبالتالي نفسك مش هتبقى نفس قويه ولا نفس سويه. استطيع ان اقول اجمل العدل القياس على النفس. مظبوط، طبعا طبعا. ماذا بينا لهنا هكا بالتونسي هكا هما يحكيوا مصري، افهموني تونسي ليبي جزائري. ماذا بينا
ما نحكموش على غيرنا، ماذا بينا وما نكونوش قاسيين على أنفسنا من خلال تجربة عشناها. ما نخليوش الخطأ يلاحقنا كل يوم، يعرق لنا حياتنا، ما يخليناش نقدموا على خاطر احنا موجودين باش نغلطوا ونطلبوا المغفرة من الله ونعتبروا من أخطائنا. نخليو أخطائنا درس لينا، ما نخليوهاش إعاقة، خليوها درس مظبوط. نعتبروا منه إذا أستاذ غدا. إيهاب، اتفضل. إذا اتكلمنا في موضوع التصالح مع النفس، طبعا هو مبدئيا بيكون الخلق والهدوء بيملى الشخص، يعني لازم يكون هادي وخلوق. طيب أنا لو هتكلم سليم عن النفس. التصالح مع النفس، يكون سليم النفس، بس أنا بتكلم في حالة التصالح مع النفس والمسامحة وكل ده مع شخصي. يعني زي ما حضرتك قلت من شويه، مثلا حضرتك غلطت في عبده، فعبده هو اللي هو اللي ساكت وهادي علشان شخص هو، يعني اللي حصل فيه هو. طيب فاذا انا كنت مثلا قاعد واللي حصل ده حصل في حد تاني، انا يعني هو يخصني، او ان انا بتولى امره وهو ما يقدرش يرد، هل انا ساعتها اتصالح مع نفسي وافضل هادي، ولا لابد من الاقتصاص؟ لهنا أنا لابد نريد من نجاوب. انصر أخاك الامتصاص. ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بمعنى 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 انا مثلا بمعنى مع اخويا استاذ ايهاب او مع اختي استاذ احلام، وفي شخص جه نجم اتكلم نجاوب كلام أنا في حقي أستاذ انا ولا كعبد عندك عفيف، الإجابة؟ نجاوب أستاذ ولا عندك انا الإجابة؟ هقول له متشكر مهما قال. لا مش مهما تقولوش قال متشكر لا أستاذ. هدي حضرتك تقولي، هخليك ما تقولي تقولوش متشكر. هخليك ما تقولي. تقولوش متشكر لا أستاذ. أنت لا تلعب انا دور بقول له متشكر العاقل. والله، وحصل تلعب قدامي دور يا استاذ العاقل، ما احلام، فماش حصل متشكر يا قدامي أستاذ. انا حصل معايا موقف مش تمام خالص، قلت له شكرا وسكت عشان لا والله ما ما حد تكونش يتحملها، بس ما قلت شكرا. تكونش ولكن متشكر. قلت شكرا لان هو في حق انا. لكن لما جه، لا ما تكونش لما حسيت متشكر ان لهنا خاطر أنت. الكلام مش كويس، هيكون حد تاني ما ينفعش يكون اخ ليا او صديق ليا، وانا جنبه، وانا المفروض انا اللي ارد الكلام ده وافضل ساكت، اذا ده اسمه ضعف، مش اسمه لا مش تصالح مع ضعف، النفس، لا صح ولا بالعكس ايه؟ هذا استاذ ايهاب قوة. هيبلغ يقول كل حاجه. استاذ طبعا. هذا قوة منك، أنا نشوفها قوة منك وأنت إنسان راجل طيب برشا. أما أنا مثلا في بلاستيك في إذا كان باش نحكم العقل ونحكم قول أنصر أخاك أو ظالما أو مظلوما. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما إيش معناها؟ إذا كان أخاك ظالما هو أنك توريه طريق الحق. الظالم توريه طريق الحق، أما المظلوم فأنك تدافع عنه، معناها ما تخليهش وحده، تدافع عنه بالحق، زادة بالحق. وانت تعرف زادة حتى في الشهادة الساكت عن الحق شيطان أخرس. احنا ما نخرجوش من كتاب الله وكله بالقانون وكله معناها ما نخرجوش عن السائد، مش سائد معناها عن الحق. هذا هو، احنا نطبقوا ما قاله الشرع والقانون. خويا نوريه طريق الحق. عندي ما يلزموش يتجاوز، زاد ما يقللش من الاحترام. احنا مانيش فماش قانون الغاب، نحترموا بعضنا. من نقلوش من قيمه بعضنا، بكنا اولاد 9 أشهر. فما احترام متبادل هاكا ما شاء الله. اعلامي، فنان، شاعره، كل واحد فينا محترمين، نقدموا في ماده مع بعض. فمش تعليش نقلوا من احترامنا. واي انسان متصالح مع ذاته يا استاذ عبدو، اي انسان متصالح مع ذاته يعرف قيمه نفسه ويعرف قيمه الاخر، تاكد. لا يسيء. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النحل: ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني حتى لو هو اخطا، مهما كان الخطا، اذا تاب فربنا يتوب عليه. بس الخطا اللي خطأه ده في حق شخص ثاني، لابد ان الشخص ده يسامحه. انا مش عارف انا كده فاهم صح يا استاذ ايهاب؟ يعني هل ربنا هيغفر له لو هو تاب بس الشخص الثاني اللي هو حصل فيه الخطأ ده ما سامحوش؟ طبعا بتبقى ايه؟ طبعا. هل ده تصالح مع النفس برضه؟ طبعا. بص يا استاذ عبدو، انا ليا وجهه نظر، اسمحوا لي، ودي وجهه نظري الشخصيه. انا من وجهه نظري الشخصيه ان لو الانسان بيتعامل مع حد وحد اخطا في حقه او اخطا فيه، تمام،
لو انت رحت قلت له الله يسهل لك او الله يسامحك من غير ما انت توضح له الخطأ بتاعه، ده غلط عليك برضه، ده خطأ عليك. لسبب بسيط، ان ممكن يكون الانسان اللي اخطأ في حقك اخطأ عن جهل، هو مفكر ان الموقف اللي عمله معاك ده هو ما فيش فيه مشكلة. فمعنى ان انت ما توضحلوش ان هو غلطان، فبرضه انت غلطان، انت كده غلطان برضه. ليه؟ ان الخطأ اللي هو اخطأه في حقك هيخطئه في حق واحد تاني وتالت ورابع، يبقى انت كده بتساعده على انتشار الخطأ. لكن انا من وجهة نظري المعاملة الصحيحة هي ان انت بكل حب واحترام وبدون تجريح تظهر للي قدامك في حالة ان هو اخطأ في حقك، يا فلان او يا فلانة انت اخطأت في حقي في 1 2 3، وتشرح له الخطأ، وفي النهاية تقول له الله يسامحك وانا متنازل عن حقي لوجه الله. برافو. انت هذا كده هو. عملت الاثنين، انت وضحت له وفهمته الخطأ بتاعه علشان ما يكرروش. والله العظيم يا استاذ عبدو اللي انا بقوله لك ده ان ناس كتير بتخطأ عن جهالة، عن جهل، هم لا ما يعرف، بيبقوش هو ما عندوش المعلومة، ما ما عندوش عندوش المعلومة، هو جاهل. مش عنده. وهذا انا شنو قلت لك، انصر اخاك ظالما او مظلوما، وريه طريق الحق، وريه طريق الحق، وضح له. احساس ذهاب. فما طب حاجه، استاذ احلام، تفضل. والمشهد اللي كنت حضرتك شاهده فيه، في وقت ما تم الاعتداء عليا بالسب والقذف وانا قلت له شكرا، كان مباشر. ساعتها ده تصالح مع النفس. والله انا سامحته بس لسبب بسيط جدا، مش عشان هو مش كويس، لا، عشان هو ما قدرش يوصل للطبقه في الفكر الراقي. بس مش ذنبه هو، والله العظيم هو مش ذنبه هو بجد، لان اي حد ممكن يوصل للدرجه دي من التفكير او لعدم الادراك ان هو هذاك بيتكلم يختلف ازاي، وان هو المفروض ان احنا استاذ عبدو. بنمتثل طيب برسول الله صلى الله هذاك عليه وسلم. خطأنا احنا، هذاك خطأنا بشرح احنا، قضيه. كون احنا اللي خطأنا احنا ما حطيناش شروطنا واستقبلنا الناس. انا نشوفه خطأي انا، خاطر كان لا انا لا، حطيت ايا كان، شروط مش حكايه شروط، للعمل نتاعي، مش حكايه شروط. وانا ما انا نعرفش ضيف عند الناس حضرتك مثلا. انا ايا كانت اخلاقي. انا هذاك بتكلم على جهل التصالح مع النفس، مني ان انا، انا حتى هو خطأي لما انا وصل مثلا للدرجه اتحمل دي فيه انا برضه مسؤوليتي. سامحته. ليه سامحته؟ لان هو برضه مش ذنبه، لانه ما وصلش بعقليته بالامتثال بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح حضرتك؟ هذا فرق كبير جدا لما هذا يكون راجل دين وبيغلط، ده فرق كبير. استاذ عبدو، هذا اللي كان انا في يوم من الايام وقت اللي انا حليت اللايف دعوت دعوه صريحه، قلت اللي الفنان راهو من واجب هذايا واجب على الفنان ان يكون مثقف، واجب على الفنان ان يكون. تو احنا نشوفوا اللي في الاستقبال نتاع الفنان والاعلامي وهذوما الكل اللي يمثلوا شريحه من المجتمع يستقبلوهم حتى السياسيين. انا رأيت وزير الثقافه ووزير يستقبلوا في فنانين. هو على اي معناها نقولوا احنا دي روبير يستقبل فيه هو هالوزير هذا، اللي هو مثلا كان ينجم يستقبل طبيب، وكان يقبل مهندس. هو خير أنه يستقبل فنان. لماذا يستقبل في فنان؟ هل لأن صوته جميل؟ لماذا؟ هل لأن فقط صوته جميل؟ لا يا أستاذ، لأنه علاش يستقبل فنان؟ لأنه هو شخصية مؤثرة في المجتمع، والشخصية المؤثرة لها مستمعين بالآلاف، آلاف المستمعين، العالم العلمي آلاف المستمعين، وكالآلاف المستمعين هذوكم هما متأثرين بك الفنان عبدو عفيفي. إذن عبدو عفيفي باش مطالب أمام المجتمع أنه يكون إنسان خلوق، إنسان مثقف، إنسان عالم بالشريعة وبالإسلام، إنسان يحمل رسالة للمجتمع، إنسان عالم وعارف بكل شيء. حتى لو أنه هو ما يعرفش يمشي يثقف روحه، يفتح الكتب، يمشي يقرأ، يمشي. ما فماش إنسان لا يعرف، من يحاول يعرف. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله يا أستاذ. أنا في يوم من الأيام نحكي مع فنانة في أحداث فلسطين، قلت لي معلميش ما في باليش حالة مش تلعب جيز. غير معقول وهي فنانة. ربي يعطاك موهبة، خصك على غيرك بصوت الكروان، بصوت جميل. استغل هذه الموهبة لنفع المجتمع. لا ما نعرفوش ساعتنا وقتها. واضح هذا كلامي أنا واضح. إن شاء الله يا ربي نستغلوا اللي عطاهونا ربي.
نستغلوا حتى فن الخطابة اللي عنا، حتى ربي سبحانه استغل. أنا المرة اللي فاتت الإعلامي إيهاب حليم قلت ربي اختارك، أنت من جنود الله اللي اختارهم وحبب ربي خلقه فيك. شوف محليك ربي حبب خلقه فيك باش أنت الناس يحبوك ويتبعوك ويجيوك ويقول لك تقول كلام محليك. ما حبش الناس الكل، اختارك أنت. وربي راهو اللي يحبوه الناس ربي يحبه. معناه إذا احنا نكونوا نستغلوا الفرصة هذه ونكونوا احنا عباد نوصلوا المعلومة للناس. ما اختارش أي إنسان آخر، اختارنا احنا. إذا احنا هو اللي باش نسامحوا ونتصالحوا ونعدوا الميساج هذا للعباد. إنسان آخر كي يقول لك الأعتي الإعلام إيهاب وسامح ولا عبد وسامح وتعدى عليه فلان وسامح، شنو باش يصيروا هو كي يسامح؟ باش يكون مثال للناس، باش يخلي الناس يحبوا بعضهم. عندكم موجود إيجابية في المحبة؟ عايز اسال سؤال واتناقش معاكم في جزئيه. تفتكروا ان موضوع القبول الذاتي او التسامح الذاتي وفكره تقبل اخطاء الاخرين، هل يا ترى في حد فينا بيفكر ولو للحظه ان ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى كاختبار لقوه ايمانك والاختبار لصمودك هو بيحط بعض الشخصيات اللي ممكن تخطأ في حقك عشان يشوف معدنك شكله ايه، يشوف انت هتتصرف ازاي؟ ما هو التلميذ انا ما اقدرش احكم عليه ان هو شاطر ومتفوق او غير متفوق الا لما امتحنه، لكن طول ما فيش امتحان ما اقدرش احكم على التلميذ اللي قدامي ده شاطر او متفوق او لا. هل يا ترى في حد فينا بيفكر بالطريقه ديت؟ شكون انا ولا الاستاذ عبدو ياخذ الكلمه؟ شكون يبدا من لحضراتكم انتوا الاثنين. اذا كنت باش نبدا انا بالطبيعه هي الحياه في حد ذاتها درس طبيعي. استاذ ايهاب تفضل استاذ عبدو. خليني استاذ عبدو، خليني كل ضيوفي الكرام وكل اللي بيستمعونا اقول لكم شكرا طبعا يا استاذ عماد عزيز، بتقول سؤال رائع. كل الشكر وكل التحيه للاستاذه احلام المنصوري ان هي صاحبه السكريبت وهي المبدعه. انا فقط دوري القاء، لكن كل الشكر لاحلام المنصوري طبعا على السكريبت وعلى الافكار الاكثر من رائعه. بشكرك جدا يا احلام. شكرا ليك. بالعكس أستاذ اللي أنت معناها وجودك معنا في حد ذاته نحسه محرك للبرنامج، وقبولك أنك تكون شريك في البرنامج في حد ذاته إضافة لي أنا. قبول المطرب عبدو في حد ذاته زاد إضافة لنا. الحياة هي أعطوا مش نعطيك إلا مثال. ساعات إنسان يعلقك بإنسان تقول أنت أنا حبيته الإنسان هذا وهو مش نصيب، مش ليه باش نتزوجوا ولا باش يكون معايا ولا جست تعلق وحب وبكيت عليه وعملتهم الكل ولكن ربي سبحانه راهو كي جابه في حياتك وعلقت بيه، ربي سبحانه يعرف ايش يعمل. علاش؟ خاطر الحب هو من الله تعالى، والتعلق من الله. خاطرهم المشاعر هما احساس من عند الله، لا لشيء الا ليشحن الهمة، ولا لشيء إلا ليصنع لك أهداف لتحقيقها، ولا لشيء إلا ليجعلك إنسان جاهز لتكون ذلك الرجل أو تلك المرأة الأخرى لمواجهة حياة أكثر قابلية لتكون إنسان ناجح. فجأة يختفي الإنسان هذاك وحياته من حياتك وكأنه لم يكن. جاء ليعلمك الدرس، جاء ليقودك إلى بر الأمان. إن الله من بعثه هذاك، ربي بعثه في ثنيتك الإنسان هذاك، ماشيش هكاكا فجأة تنهبط في حياتك زعما. ربي سبحانه بعثه هذاك. بكيت ما بكيت باش تصنع ذاتك باش تكون أقوى يوم آخر، بكيت باش هو يسهل لك الطريق هذاك، مش من عدم هو الإنسان هذاك جاي.
إذا هو درس، امتحان، اختبار. سؤال يا استاذ ايهاب، اللي قاله من شويه، انا اعتقد ان الاجابه بتكون ان هو طالما ان احنا كان عندنا دين وكان عندنا رسول للهدايه، بتكلم على العموم يعني، وكان عندنا جنه وكان عندنا نار، فبالتالي لابد ان يكون في اختبار. فالاختبار ده بيتم بكل الاشكال وبكل الانواع. تختبر في الصبر، تختبر في الايمان، تختبر في العقيده، تختبر في الحب للناس، تختبر في اصلاح الاخرين. فبالتالي اي حاجه انت بتحصل لك في الدنيا دي ما هي الا اختبار، مهما كانت، سبحان الله، مهما كانت ما هي الا اختبار. فطبعا انا بايد حضرتك في الكلام ده، وبقول لحضرتك ان هو فعلا بيكون اختبار من الله سبحانه وتعالى، علشان يعرف او يدي درجه للعبد زي الامتحان كده، هل هو ياخد كام من 10، هل يصلح او ينفع يكون بني ادم فعلا تقي، يقال عليه تقي، تحبه الملائكه ويذكر اسمه عند الانبياء سبحانه وتعالى، عند النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون في مقربه منهم في الجنه. فدي درجات، دي كلها اختبار من الله عز وجل. صحيح. أستاذ، أنا في الإطار هذا ما عادش كنت قدمت لك الأغنية اللي هي في الإطار هذا زادة، هي دعوة أنك وقت اللي أنت تنزعج، وقت اللي أنت تقبك الدنيا، وقت اللي أنت تتعب، وقت اللي أنت تتوجه إلى الله، تتوجه لتستعيد ذاتك باش تفرغك اللي عبيته من موجات سلبية، باش تفرغ الأزمات نتاعك والألم، أنك تمشي تصلي، أنك تطلب ربي، أنك تستغفر، أنك تبكي، فيها بأس أنك تبكي. به البكاء راهو ماهوش ضعف، كما قال الصعيدي نهار في يوم من الأيام. مش خايب البكاء. كانت هذه أغنيتي جديدة حبيت أقدمها في برنامجنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابك. سلم على النبي، سلم على النبي، سلم على النبي، وانت رايح وانت ماشي وانت جاي، راجع حالك يا اخي عسجادك اتكي، راجع حالك يا اخي عسجادك اتكي، والإلهك 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 بيشتكي. نصيحة كل يدين مسلمين كمتقين، واحفظ أخلاق النبي، سلم على النبي، واحفظ أخلاق النبي، سلم على النبي، وانت رايح وانت ماشي وانت جاي. اصحى جاوب عالسؤال لما جنعت رحلنا، اصحى جاوب عالسؤال لما جنعت رحلنا، والأمان ثم خيرك كلما أسعدت الليل، والأمان ثم خيرك كلما أسعدت الليل، وانت رايح وانت ماشي وانت جاي. جنة كلما كان الخيار ربه جنة ليس نار، جنة كلما كان الخيار ربه جنة ليس نار. اصحى امحيها المخاوف، الله عارف الله شايف، اصحى امحيها المخاوف، الله عارف الله شايف، واحفظ اخلاق النبي، سلم على النبي، سلم على النبي، سلم على
الله عليك. امحي هالمخاوف. على الكلام الجميل ده. الله استاذ ايهاب، دي كلمات استاذه احلام منصوري ومن الحاني وانتاج الاستاذ محمد البدر الملحن الكبير. بس بجد انا كان نفسي استاذ ايهاب من زمان، من اول ما بدات اغني، ان انا فعلا اغني حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا شاعر اديني كلمات، والله ما اقتنعت. يعني كان نفسي ان انا الاقي حاجه احسها او كلام جديد يتقال. لما الاستاذه احلام عرضت على الكلام ده، ما عرضتش عليا، تقريبا كان الاستاذ محمد بدر الاول، وقالت هو هيعمل الغنوه دي. فانا شفت الكلام وقلت لها دي بتاعتي. الكلام مختلف، كلام جميل، كلام حلو، في نصايح كتيره جدا، وبعدين بجد حلو قوي. وتشكر جدا ليك استاذ احلام، احسنت والله. ليه شكرا لك انت اللي غنيت. شكرا لك في الحق، خاطر انا مش معناها كي يغنيها اي انسان اخر تحسه عادي، يعني كي يغنيها صديق وانسان تحبه تحس فني الاختلاف. معناها انا كانك حافظت على كلماتك، بنيت افكارك عندك. اذا استاذ الاعلامي ايهاب حليم، شوفوا، اهم حاجه في الحياه انهم احبابك واصحابك يبقوا معاك، تحافظ عليهم الى اخر نفس في حياتك. خاطر مش مهم انك مش الحياه هي قصيره، الايام تجي. مهم ياسر انه الانتوراج نتاعك، محيطك يكون صادق، محيطك يكون يحبك وباخلاص، محيطك هذا هو التصالح مع الذات. ترى مهم ياسر انك تحتسي قهوتك وانت مطمئن. السلام النفسي، السلام النفسي راهو هذا نحكيو عليه استاذ ايهاب، اللي هو السلام الداخلي. النقطة الأخيرة من مفهوم التصالح مع الذات، السلام الداخلي اللي هو الاستقرار النفسي والتخلص من العقد والمشاعر السلبية. إذا نحافظوا على الناس العزيزة علينا، نحاولوا نمتنوا علاقتنا معاهم، نحيو الشك، نحيو الخوف، نحيو الضغط النفسي، خلينا مع بعضنا اللحمة باش ننجحوا. ميرسي أسامة. خلينا نحيو الضغط النفسي، نعيشوا مرتاحين من غير خوف. ما فيها شيء الدنيا، والله لا فيها حتى شيء. اللي كيتبنى تنشوفوه من الدنيا، اللي كيتبنى تنشوفوه من الدنيا. معناها دعوة للحب والسلام. في تلخيص من الأستاذ الإعلامي إيهاب حليم، وما ننساوش باش نسمعوا حليم مصر في حاجة العندلي بالطبيعة. أستاذ إيهاب حليم، خاطر أنا مطالبة من جمهور الغرب اللي هما يحبوا يفهموني، تلخص لنا في مفهوم التصالح مع الذات في نطاق وفي النقاط المهمة. قلنا مفهوم التصالح مع الذات في تلخيص معاك باش أنا نلخص لهم بالفرنسي. تفضل أستاذ إيهاب. طيب، زي ما حضرتك قلتي كده، أنا عايز بس أركز على جزئية السلام النفسي أو السلام الداخلي. حاجة من الأساسيات علشان يبقى عندك سلام نفسي أو سلام داخلي، التخلص من العقد والمشاعر السلبية. موضوع التخلص من العقد دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. في إنسان لما تقعدي تتكلمي معاه تقولي إيه ده؟ الإنسان ده معقد، ده أنا مش عايز أتكلم معاه. في إنسان تاني لما تتكلمي معاه تلاقيه إنسان بسيط هادي، تحبي إن أنت تتكلمي معاه، تشعري بالسلام وأنت بتتكلمي معاه، تقولي يا ده الأستاذ عبده ده وشه بشوش، إنسان هادي، إنسان ترتاحي في الكلام وأنت بتتكلمي معاه. عايز أقول لك إن التخلص من العقد وإن أنت تتجنبي كل المشاعر السلبية ده شيء من أكبر الحاجات اللي ممكن تساعد أي إنسان على فكرة إن هو يكون عنده سلام نفسي وسلام داخلي. من فضلكم لازم كلنا نبقى عارفين أن هذا الكون يدار بيد عظيم وهو ربنا سبحانه وتعالى، وكل شيء في يده وكل شيء بحكمته. فأرجوكم بلاش المشاعر السلبية، وأرجوكم دايما نتفائل ودايما يكون عندنا طاقة إيجابية.
ان بهذه الطاقه الايجابيه هنقدر نواجه الحياه بمشاكلها، بكل الصعاب اللي فيها، ونقدر نعدي عليها وندوس ونكمل حياتنا. مهم ياسر اللي حكيت عليه. نوضح من مفهوم التصالح مع الذات: الرضا والقناعة، ثم عن القبول الذاتي، ثم هي قبول أخطائنا وأن نعتبروا منها ونعتبروها هي تجربة نتعلموا منها وناخذوا منها الدرس، وما نعتبروهاش معناها جريمة نخافوا منها وتبقى تتبع فينا. والسلام الداخلي. دونك لا نعم أستاذ. مظبوط، بقول لحضرتك مظبوط. Ok. La satisfaction et le contentement, l'acceptation de soi. Honnêtement et en toute transparence, accepter les erreurs et considérer les comme une expérience dans nos apparences. La paix intérieure, passivité psychologique, c'est surtout psychologique, et élimination des complexes et des sentiments négatifs. نحيي les sentiments négatifs، نحيو المشاعر السلبية ونكونوا إيجابيين. Il faut être toujours positif. Bon, pour passer à l'autre idée, pour avoir les étapes de comment être mieux, comment être positif, on va voir les étapes, des étapes باش نشوفوا خطوات التصالح مع الذات. الخطوات هذوما باش يكون اولا الاعتراف بالماضي. خلينا نسمو عبدو نكسروا الريتم نتاع الحديث. عبدو غنينا خلي الجمهور يستمتع شوي. اي حكايه تجي على بالك فيها دعوه للحب. غنينا اغنيه لي عليني ايهاب والجمهور. يا رب سبحانك، يا رب أدعوك يا سامع دعايا، أدعوك يا سامع دعايا، يا عالي يا عالي فوق كل غاية، يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية، يا رب اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضمير الحر، اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر، علمني ما اسمعش الا صوت ضمير الحر، خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان، خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان، رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر، يا رب يا رب يا رب. شكرا لك. هذا هو
هذا هو الاتجاه إلى الله بفيو اللي احنا مسلمين، يعني شعب مسلم، دونك الاتجاه إلى الله هو هي كما أذن. الله اكبر، الله اكبر. نكمل. نكملوا بالطبيعة. ونواصل الحلقة متاعنا. بديت مفيهاش برشا وقت، مازالت نصف ساعة شوية. إذا مطرب عبدو متى فينا ما تخرجش من الكاميرا؟ احنا ساعة ونص هي ما فهمش عادي. أطربتنا يا مطربنا الجميل. يعطيك الصحة. أنا مش عارف الحقيقة، يعني الفنان عبده بجد يعني رائع في المدايح، رائع في الأغاني، رائع في طريقة كلامه. يعني أنا بجد أنا بعتبر أعتقد لو حبينا إن احنا نطبق مثل أو حد يكون مثل لموضوع التصالح النفسي، فأنا شايف إن الفنان الجميل عبده هو أكبر مثل للتصالح. بيبان عليه وبيبان على طريقة كلامه وعلى أسلوبه وعلى هدوءه وعلى طيبته. يا رب يخليك. فبجد كل التحية. والله انت انسان محترم قسم بالله، وانا بعزك جدا جدا، وبالعكس والله انا لو هتعلم حاجه حلوه فبجد مش هلاقي حد احسن منك هتعلمها منه. انت انسان محترم طيب في كل الصفات الجميله جدا، وانا بحبك وبحترمك جدا والله العظيم. تسلم لي. اشكرك جدا. ها نكمل بقى. عايزين نعرف كده علشان نتصالح مع الذات لازم نعمل ايه؟ انا نعرف، عبدو ما يعرف، خاطر بك تشكر في عبد وما نقولش. مانيش باش نقول، احنا عايزين نغششه. مانيش باش نقول خاطر من بكري وانت تشكر في عبد وانا ما قلتليش حتى كلمه بيه. طيب حاجه من ضمن الحاجات الجميله اللي هي ما يلزمش نخليه الماضي نتاعنا يكبلنا. الماضي ما يلزمش يكون. بتعلم الاخلاق من الاستاذ ايهاب. برافو عليك يا احلام. الماضي والاعتراف بالماضي. اذا كان الماضي نتاعنا باهي ومش يشجعنا باش نعملوا خطوات مزيانه ونفتخروا بماضينا فهي حبذا. كان الماضي نتاعنا في حاجات سيئه تعلمنا منها درس وساعدتنا الى الامام يا حبذا. ولكن اذا كان الماضي نتاعنا فيه عقده باش تخلينا نحبسوا في مكان او نبكيو عليه، ما يلزموش يكون عائق. الماضي ننسيوه خاطر الماضي ما نجوش نصلحوه ولا نرجعوا نعيشوه. مش بيدي فينا. خلينا نخدموا في غدوه اش خير، نعيشوا اليوم ونخموا في غدوه. حتى غدوه ما نخموش فيه، هو بإرادة الله، اما نأسسوا له تأسيس جميل. هكا وليت حتى في تصالحك مع عائلتك باش تبقى تخمم ياسر في غدوه. كي نموتوا واحنا غدوه برب، خلينا نعيش اليوم فرحانين نضحكوا متفرهدين. مين أسسوا الغدوه تأسيس جميل من اليوم وننسيو الخايب نتاع البارح. الحمد لله يا رب، الفضل من عند ربي. انا نشوف هكا وانت تشوف. انت تشوف اللي انت شايفاه. وانا اقدر اشوف حاجه تانية غير اللي انت شايفاه؟ لا خاطر كلامي معقول. خاطر كان انت كان شفت انا غلطه راه قلت لي لا مش هكا واحد وكل ما تنعد. وانت قولي باش تبقى تبكي على اللي فات؟ تبقى تبكي على اللي فات ولا شنو باش تعمل؟ المثل بيقول مثلا الطيور على اشكالها تقع،
المثل ده مش من الهوا، والله مش من الهوا. الارواح بتتآلف لان الانسان ده عباره عن آلة. الانسان عباره عن آلة بتسكنه الروح. الروح دي يا اما روح كويسه يا اما روح وحشه، فملهاش دعوه لا بتخين ولا رفيع ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا اسود. كل الحكايه ان الروح اللي من جوه بتتآلف مع اللي شبهها. وطبعا انا شايف نفسي متآلف مع استاذ احلام واستاذ ايهاب. فده شرف كبير جدا ان فعلا شايفكم حاجه كويسه جدا، وانا شايف من نفسي فيكم. فوالله العظيم دي حاجه حلوه قوي قوي قوي، وبجد بتسعدني اقسم بالله. هو مثل لما آخر تلاقي حد يقول لك يقول لي من ده عبده صديقك قاعد مع أقول ايهاب، لك من ده شيء أنت. يسعدني وقعد مع احلام. قل لي من صديقك يا أقول لك فندم من أنت. قل لي من صديقك أقول لك من أنت. صحيح صحيح ده صحيح. تقول يعني ده تقول انا مثلا لما اقول اصدقائي عبده عفيفي واحلام منصوري، تمام، يفتكروني على طول ان انا عبد الحليم حافظ واحمد شوقي. الله 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 الله. تسلم لي يا حبيبي، يا رب تسلم لي يا رب. تسلم والله لي ما والله من أحلاه ذوقك، انت انسان الزمن. محترم ومن بيت اصله اقسم بالله. تسلم لي. الله يخليك يا حبيبي. ما أحلاه الزمن. أحيانا ساعات الواحد يتمنى أنه ما هو الحمد لله أنه حتى إحنا زيدا نعيشوا راهو في حقبة تاريخية زيدا مميزة، خاطر فما ناس باهي ما نجمش نقيسوا على السيئين باش نعيشوا سعداء. خاطر لو باش نعيشوا سعداء، خاطر بالحق راهو فما برشا ناس استاذ ايهاب سيئين. عارفه بيفكرني بايه؟ مهم. استاذ ايهاب بيفكرني بس اللي انا هقوله ده مش يعني افهموه زي ما انا فاهمه. يعني ونعرف انت شنو فاهم زمان لسه يسمعوا. يعني مثلا من 40 سنه كده، من 40 سنه، لا هتفهمي الموضوع سهل جدا، يعني مش هتكلم بالهند زي ما كده. فمن 40 سنه وانا كنت امشي في الشارع، كنت بلاقي البيوت بالطوب الاخضر، بس كان في ريحه، تحس ان ريحه الطيبه في الشارع، في الارض، في الحيطان، في الناس اللي بتقابلك. ايهاب حليم من الشخصيات اللي هي كنا بنشوفها زمان. اتمنى ان اولادك يبقوا شبهك، والله الله بجد بجد اتمنى ان اولادك يبقوا شبهك. ذاك الشبل من ذاك حاول بجد الاسد. والله، اكيد حاول اكيد بجد. اكيد. ربنا يخليك يا حبيبي. ذاك الشبل من ذاك الاسد. وفما حاجه اخرى حكينا عليها بكري، اما هي زاده من الخطوات اللي لازمنا نقوموا بها، وهي عدم جلد النفس. ما نكونوش قاسيين ياسر مع انفسنا، نكونوا متعاطفين شويه معاها، نكونوا نتعاملوا بطريقه رحيمه شويه مع انفسنا معناتها، ونسامحوها. سامح نفسك، سامح نفسك، سامح روحك، ونتجاوزوا. خاطر اذا ما تسامحش، مثلا مش نعطيكم حاجه. شفتوا الحرب القائمه، الشعوب اللي تقوم بالحروب اناهي اللي في داخلها حروب، هما في حد ذاتهم ناس داخل ما همش قابلين انفسهم، هما في داخلهم حروب، هما ما همش فاهمين انفسهم، دونك يحاربوا على كل شيء. ما همش قابلين اي انسان، اي جنسيه، اي دونك ما ينجموش يتصالحوا لا مع الجار ولا مع اي نتاج جديد، لا علمي ولا فكري ولا جنسي ولا عرقي ولا. دونك هذه حرب علاش قايمه. يشوف يروحوا هو المالك، هو اللي هو ربي سبحانه، وقت اللي حتى كان يهبط صحاب تو يلمهم الكل معناتها. سبحان الله. والتمييز ما بين ما يمكن تغييره وما لا يمكن تغييره، مثل الماضي مثلا. النقطة دي مهمة قوي. النقطة دي مهمة قوي. النقطة دي مهمة قوي يا جماعة. أي أنت لازم يبقى عنده القدر الكافي من الذكاء المجتمعي. في حاجة اسمها الذكاء المجتمعي للتمييز ما بين الأشياء التي يمكن تغييرها والأشياء التي لا يمكن تغييرها. ما يعني ينفعش عندي منقول أستاذ، فما حاجة ما يفهموهاش برشا عباد. مثلا أنا أختك، جيت أنا غلطت، عملت غلطة كبيرة في المجتمع، عملت غلطة تحشم، بقاو الناس يعايروا فيك بيا. انت لهنا ما تنجمش تجي تنحيني، ما عادش اختك، مش تولي تاع الحالة هذه. اغلب الناس في المجتمع يتبروا من اختهم هذيك، ما يعرفوش هي علاش غلطت. مثلا يولوا حاشمين، ما عادش يقعدوا في القهوة، ما عادش يقابلوا صحابهم، ما عادش يحكوا مع الناس. هذا هو المجتمع ولا لا؟
مظبوط كلامك صح. اللي هو الصعيدي شوف كيفاش حاشم انا نحكي في الحكايه ما صارتش انا نحكي وحاشم. اقسم بالله يعني جايب بختلف في عادات وتقاليدي شويه. انا نحكي وحاجه معناها هذا جايبت مش هتنحكي واعمل اللي انت قلته تصالح مع الذات. احنا لنا طريقه، لا احنا كصعيده لنا طريقه ثانيه خالص يعني. مش هروح اقعد على القهوه واسمع كلام يعني، لا انا اقعد على القهوه احط رجلي على رجلي برضه ساعتها. اقعد على القهوه واعمل كده واحط رجلي ساعتها ومحدش يعرف يتكلم برضه، بس ساعتها بيبقى في علاج تاني خالص غير اللي حضرتك واللي كلمني هذا ماضي ولا مش ماضي؟ أصدمت أستاذ، حسيتك تصدمت. ها أستاذ إيه، حسيتك صدمتك بالمثال. لا خالص. أي أنت في الحالة هذه معناها شفت لهناش خسرنا، لهنا أنت كأخ متعلم ومثقف هني نحكي لك على المجتمع كيف السائد، نحكي لك على السائد شنو صاير. السائد انك خسرت اختك، خسرت نفسك طبعا، وتنجم تكون خسرت عائلتك والعيله والمجتمع وكل حاجه، اللي هو ما كان كيف اللي يصير، اللي هي حاله تصير معناها في المجتمع كله. وكنا نجم نجنبوها من الاول لو احنا كنا اصدقاء مع اختنا، ولا كنا سمعنا، ولا كنا خاطر الانسان هو كتله مشاعر واحاسيس. طيب انا اسف اقطع كلامك استاذ احلام. احنا كنا اتكلمنا في البدايه خالص، قلنا ان لو الشخص اللي قدامي غلط فيا انا لوحدي فانا متسامح عشان عندي متصالح مع النفس. احنا قلنا لو الشخص ده غلط فيا انا في حقي انا لوحدي مهما عمل فانا متصالح ومسامح. لكن الشخص اللي يغلط فيا وفي اللي جنبي وفي اللي يخصني وفي اللي انا بتولى امره والكلام ده كله، لازم مفيش حاجه اسمها تصالح مع النفس ساعتها. مفيش الكلام ده طالما اخطا في مجتمع، في شرف، في حاجات كتيره جدا. مفيش حاجه اسمها تصالح، مفيش، ما ينفعش. عبده حلقه المجتمع، هي عبده حلقه المجتمع. تمام، بس تفتكر يا استاذ عبده تاخد حقك ازاي؟ تغلط برضه زي ما هو غلط؟ ما هو انت لو غلطت زي بالدين. لا بالدين مفيش فرق بينك وبينه. لا مش عقابي انا، لا مش عقابي انا، عقاب الدين، عقاب ربنا. اي انت وهل ربي سامحني امان توا تسمعني توا يلزمك تسمع، توا يلزمك انت بالذات تسمع. عايشك انت تمثل شريحه من المجتمع، وانا جبتك انت كمثال يقتدى به كفنان تحمل رساله للمجتمع وتقدم في برنامج للمجتمع. باهي انك تجيني لهنا في حلقه انت نورمالمون مثال وفنان تحمل رساله الى المجتمع، وتجيني وتقول الشرف اللي انت لو انت كنت حامي لاختك في مثال اللي هي اختك ربي يفضلها لك، فهمتني؟ ولو كنت انت انسان كنت تمشي يد بيد مع اختك، وكنت صديق لاختك، وكنت حليف لاختك، وكنت اذن سامعه لاختك، وكنت صدر حنون لاختك، وكنت خافي اسرار لاختك، وكنت اذن سميعه لاختك، وكنت صدر حنون لاختك، وكنت سر خافي اسرار لاختك، ما كانتش اختك، وكنت متسامح من الاول لاختك، ما كانتش اختك. هذه الحاجه الاولى. نكمل من فضلك، خاطر الكلمه اللي قلت اخلاق في حق مجتمع كامل، وانا اللي هنا اخاطب الغرب والشرق والمجتمع كامل. من فضلك عايشك، من فضلك اسمعني الاخر خاطر هذا خطا في حق حلقه كامله، حق برنامج اللي هو تسامح، وانت تحمل لهنا الدين. انت لم ربي سبحانه الانسان سيحمل صحيفه، كل انسان سيتحاسب يحمل صحيفته امام الله. ليه اختف عيارين وتخها وكانك ليه عبدو ليه سيء. انا توا ما عادش نجم نقدمها اصل الحلقه باللي قلته هذا. من فضلك خليني نكمل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الكلام اللي انت قلته ما تتحاسبش عليه. لهنا انا افضل انك تسكر الميكرو، خلي يكمل الاستاذ معايا الحلقه، خاطر الكلمه اللي قلتها جريمه، الكلمه اللي انت قلتها جريمه في حق البرنامج في حد ذاته.
حضرتك لو ما وضحتليش اللي الفكره قلت اوصلها جريمة لك لو في حق سمحت. الحلقة اللي في حد ذاتها أستاذ. لو سمحت يا استاذه احلام، لو ما وصلتلكيش الفكره اسمحي لي اوصلها لك علشان توصلك الفكره مظبوط. تفضل. انا ماذا بيا بتكلم على توصلها صحيحة، دي ماذا بيا بلد نطلع أنا فهمت بالغلط اوضحها لك يعني، ماذا بيا نطلع يا فهمت استاذه بالغلط. لو سمحتي اسمعيني عشان تفهميني. طب بعد اذنك أنا مش اسمعيني عشان نشجع على تفهميني. الأخطاء، مانيش نشجع اختي على الأخطاء، مانيش نشجع على الأخطاء. لو سمحتي أنا لو سمحتي راني اديني فرصه اتكلم عشان تفهميني. بصي يا استاذه احلام، اديني اسمعيني فرصه عشان من فضلك تفهميني يشرح لو وجهه سمحتي. نظره. اختي هي امي، هي ارضي، هي بلدي. اي اعتداء على حاجه من دول لازم يكون ليها وقفه وعقاب علشان احافظ عليهم ازاي. فكل حاجه منهم ليها قانونها، اذا القانون اللي هم حطوه البشر والقانون اللي حطه ربنا. احنا بنتعامل في الدنيا بدينك، أعطيتك مثال، بتعامل أرضك في الدنيا اتحرقت بديني ولا نتيجة بتعامل؟ سيجارة رميتها أنت. اعاقب انا، اعاقب انا. احنا في برنامج تصالح مع الذات، حتى انت ما يلزمكش تجلد ذاتك. يا ست الكل، يا ست الكل، في حاجات احنا بنتصالح مع النفس. ايوه بنتصالح مع، بس بقول لك بس ما ايه، ندوس على الكرامه. اتصالح بقول مع لك نفسي. قصف جبهه مش هتعرف تيجي معاها يمين وشمال. لا اتصالح مع نفسي بمعنى يا استاذ ايهاب. طب انا هقول لك حاجه، انت راجل متسامح، خد بالك من الجمله اللي هقولها لك دي. طبق القرآن انت راجل وشريعة متسامح، الله بنتكلم من اتصالح مع نفسي ان فضلك، احنا طبق نسيبها. القرآن وشريعة الله من فضلك. انا ما طلبتش لا اكثر ولا اقل، طلبت الشريعة والقرآن. احتسب الى استاذ القرآن ايهاب وكلام ماشي الله، في ما الشارع طلبتش حتى وواحد شيء. طلع عليك في حقك اهانك، بتتصالح معاه وانت ماشي في الشارع حضرتك يا استاذ ايهاب، واحد طلع عليك، انا اسف يعني في لفظ، اهانك، فانت راجل متصالح مع نفسك فسامحته، وانت معدي تاني يوم اهانك. يا استاذ احنا عايزين نوصل المعلومه صح. التسامح مع النفس والتصالح مع النفس عبده ما مش عادش في كل بكري، حاجه. امان نتجوزوه استاذ، نكملوا الحلقه. اتفضلي يا استاذ خاطر احلام، الحق اتفضلي حضرتك، اتفضلي. نتجوزوا الموضوع هذا، خاطر نتجوزوا، يلزمنا نتجوزوا. استاذ اعطينا موقفك، اعطينا رايك استاذ ايهاب حليم في الموقف هذا، اعطينا ونتجوزوا الموضوع هذا باهي، خاطر خطير جدا اللي قالوا الاستاذ عبد. نتجوزوا والله يعني انا طبعا انا في المثال اللي عطيته انا، في المثال اللي عطيته انا لهنا شنو انت تنجم تتصرف. اللي هو مثال السيجاره صح؟ لا هذاك عطيته انا الاستاذ عبدو، حبيت نحمله المسؤوليه. اما انا قلت لك لهنا نفرضوا انها اختك كذا عملت الخطا هذاك، انت لهنا الماضي نتاعك ما تنجمش تتخلى عليه. لهنا في نحكيو في خطوات التصالح مع الذات، حكينا على الماضي، حكينا على الماضي اللي هو مواجهة حقيقة التجارب السابقة دون خوف أو إنكار. ولهنا باش نحكيو فما فازة تحكي كوننا يلزمنا نلتجوا، حتى لو يلزمنا نلتجوا إلى طبيب نفسي باش إذا كان الماضي هذاك ينجم يكون معيق لينا باش ما نتجاوزوهوش. مظبوط مظبوط، ومش عيب ابدا ان احنا ممكن كنوع من انواع، مش عيب انا نخطئ، مش عيب. الانسان قلت لك كتله مشاعر واحاسيس، ما يلزمش تكون. انا نحترم الاستاذ عبد وراو كي يحكي على العشائر ويحكي على كذا ويحكي على كذا، ولكن احنا هو برنامج راهو يقدم للعالم هذا، ولكن ولا يقدم في جهه معينه، في فئه معينه. مظبوط. انا متفهم طبعا وجهه نظرك، فاهمها كويس جدا، تمام. احنا البرنامج بيتكلم على التصالح مع النفس والتصالح مع الاخرين، ففكره الرد والانتقام والكلام ده كله هو ضد الفكره الرئيسيه للبرنامج والهدف الاساسي. نتحدث في الانتقام يا استاذ، ممنوع. تمام. ما انا بقول لك ضد هذا ارهاب، اساسي للبرنامج. تمام. لكن هو برضو انا بس عشان عايز اوضح وجهه نظره، هو ما يقصدش بالطريقه اللي ممكن تكون وصلتك، هو عايز يقصد ان طريقه الرد بتختلف على حسب الموقف. يعني في مواقف انا ممكن ان انا اعبر عنها بالصمت لو هي حاجه تسيء الي انا شخصيا، وانا يمكن الموضوع اكمل لحضرتك. لكن انا رديت على الموضوع ده في بدايه الحلقه وقلت انا شخصيا ضد هذا المبدا.
انا لازم حتى لو حد اهني شخصيا او الاهانه كانت موجهه لي انا شخصيا، لازم ان انا افهمه الغلط بتاعه، علشان في ناس بتخطئ عن جهل بدون معرفه، فما يكررش الخطا مع غيري. تمام؟ طيب لو الطريقه بقى اختلفت او الموضوع اختلف، ان اللي بيهينك مش بيهينك من اجل شخصك، هو بيهينك من اجل دينك، بيهينك من اجل بلادك. هل يا ترى التسامح والتعامل مع هذه الشخصيات ازاي؟ لما حد يهينك في دينك وانت تسكتي وتقولي له روح الله يسامحك، لا، ما ينفعش. لازم ان انت تعبري عن غضبك ولازم تعبري عن رفضك، لكن بما يسمح بها الله سبحانه وتعالى في شرعه، اللي هو بدون التعدي بالقتل، بدون التعدي بالشتم، بدون التعدي بالسباب. لكن لازم اعرفه ان ده غلط. نفس الكلام، انت بتهيني بلادي، ما هو بلادي هي وطني، وطني هي ترابي. لما تيجي تغلطي فيه لازم اعرفك لا، انت بتحبي بلادك ووطنك وانا بحب بلادي ووطني. انا لا اسمح لنفسي واتعفف عن اهين بلادك واهين شعبك، فبالتالي لا اسمح لك او لا اسمح لغيرك ان هو يهين بلادي ويهين شعبي. هو ده انا اعتقد اللي كان يقصده الاستاذ عبده. في طريقه الرد بتختلف من موقف لموقف ومن حاله لحاله. لا مش خاطر السؤال هو انا انتم خرجتوا انا عن مش السؤال استاذ تماما. ايهاب، انا بحييك عشان بتعرف انتم تعبر خرجتوا عن عن سؤالي عن تماما عن اللي جوايا استاذ. صح. وانا يمكن طريقة ما اعرفش اتكلم الفهم انا بعيد عن الاعلام وبعيد عن الثقافه العامه. بشكرك بجد على توضيح المعلومه كامله. واستاذ احلام بجد انا يمكن ما عرفتش ان انا اوضح اللي انا عايز اقوله. وشكرا استاذ ايهاب بجد والله العظيم، برافو عليك، احسنت احسنت احسنت. ده اللي انا فعلا كنت اقصده. شكرا. احنا بس خرجنا بره نطاق الموضوع اللي الاستاذه احلام بتتكلم عليه. استاذه احلام، انا عارف ان احنا خرجنا بره نطاق الحلقه وبره نطاق الموضوع، لكن انا بس حبيت اوضح وجهه نظر الاستاذ عبده في النقطه اللي كان بيتكلم فيها. لكن عايز ارجع مع حضرتك مره تانية لفكره الاعتراف بالماضي والنظر الى الماضي. عندنا في مصر او يمكن في كثير من البلاد العربيه بنقول مقوله ان اللي ملهوش ماضي ملهوش حاضر وملهوش مستقبل. بمعنى لازم ان انت تحطي في الاعتبار الماضي وتنظري ليه بمساوئه بايجابياته. ايجابياته علشان تستمري على نفس الايجابيات، والمساوئ علشان تكون عبره ليكي في الحياه وتقدري ان انت تتجنبي الاخطاء اللي انت وقعتي فيها في الماضي في المستقبل. عشان كده المقوله بتاعت ان الانسان اللي ملهوش ماضي ملهوش حاضر وملهوش مستقبل هي مقوله صحيحه. مفيش انسان يقدر يعيش بدون ما ينظر للماضي. الماضي مهم، لكن انظر فقط الى السلبيات، وليس من اجل جلد الذات، ولكن لتحسين السلبيات وتحويلها الى ايجابيات. به كلام مهم ياسر، وهذا الكلام اللي احنا نلوجوا عليه. في الفكرة انك عطيتك ما جاوبتنيش استاذ، عطيتك مثال ما جاوبتنيش شنو كيفاش باش تتصرف. اللي هو الاخت، موضوع الاخت هو اللي اخت واللي هو انتي واللي هو المجتمع. ما جاوبتيش انت، هربت من الاجابه. يمكن الاستاذ عبده يجاوب على طبيعته كيفاش كان باش يتصرف، انت هربت، انت عملت لي هكا ما جاوبتيش. لا انا لا اعمل هكا. لا جاوبني. بصي، موضوع الاخ والاخت ده بيختلف الحقيقه. انا حبيت نوريكم الحاجات اللي ما نجموش نحو، ما تنجمش تنحي خشمك من وجهك. حبيت نوريك الثوابت. انا لهنا جيتك في حاجه ثابته، خاطر انت تنجم خطا اخطات انت عملت تتجاوزوا، اما فما اخطاء عملوها عباد في عائلاتنا. ما نجموش نختاروا امنا ويكون اب مجرم مثلا، يكون اب مدمن مثلا، يكون اب حاشيكم زاني مثلا. انت ما تنجمش تختار بوك وامك وعائلتك وكل ما يتفرضوا عليك، هذو ما يجيو في حين انت انسان مستقيم، انت انسان تحاول ولا على القليله تكون انك مستقيم. في الحاله هذه هل ماضيك هذا، هل عائلتك هي هذه تاثر عليك انك انت لازم تكون انسان سلبي؟ تقول لي انا عائلتي كل خايبين وسلبيين، انا باش نجي خير منهم؟ هل ساصلح انا في المجتمع؟ هنا الموضوع، هنا المصالحه مع الذات يا استاذ، هنا صعوبه المصالحه مع الذات. هنا خاطر باقي الكل سهل. هتعتمد على شخصيتك يا استاذه احلام.
برافو. الشخصية القوية هي وعدم التي تأثير المجتمع اللي يحكي عليه الأستاذ عبدو مظبوط فيه. مظبوط. انك انت تمشي وتحل وذنيك، فلان قال، فلان عمل لي، يجب ان فلان يحكي فيا، فلان سينقدني. يجب انك انت تاخذ قرارك وتكون قادر على اتخاذ القرار. انا في الحاله هذه نتاع الاخت مثلا ساحتوي اختي، اقوم بعمليه الاحتواء حتى لا اؤسس، احتوي اختي، احتويها. ما هي بصي يا استاذه احلام، انا لسه كنت هرد على لا حضرتك. اشردها انها مني هذيك، لا دوها طبعا، دمي لا هذيك، طبعا، لا احتويها طبعا مهما كانت اخطائها. عليه طبعا. هل ساصلح الخطا بخطا اخر؟ شكي اختي تمشي تتشرد وتمشي لدار رجل لا اعرفه وتحتويها ناس لا اعرفها، باش مش يقولوا علي الناس هذاك راجل؟ لا انا راجل وندور هكا تردها. وين الرجوله؟ هل ساداوي الخطا بخطا اخر وانا اختي بيتها في الشارع؟ شنو يعني؟ فهموني يا استاذ. والا في دول ايتام، والا في دول حبيت نفهمكم اللي راهو عادتنا العربيه خاطئه. اذا اخطات في حق الله فمن يحاسبك؟ الله. الله. ربنا نزلنا في الارض عشان نعمل الخير ونحارب الشر. يا استاذ ربنا بيعمل ايه هل بقى؟ تترك اختك مخطئه وجائعه؟ سامحني، ليه بيدي كل واحد درجاته؟ ليه عاده ما عشان اللي بيعمل الشر يدخل النار واللي بيعمل الخير يدخل الجنه. اذا هناك ربنا سبحانه وتعالى في حساب وفي عقاب وفي جزاء وفي جنة وفي نار. إذا كل شيء دورك في الحياة شنو؟ أنت الخير، أنت دورك الخير، أنت دورك مش الخير. أنا، أنت مش أنا، كلنا نطبق. كلنا أنا نحكي معاك أنت، أنا جبتك أنت نموذج يا أستاذ، أنا جبتك أنت فنان ونموذج، أنا جبتك أنت فنان ونموذج. أنا نموذج هتكلم باللي يرضي ربنا ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وجبت لك أقرب الناس. أنا مش هقول اللي يرضي الناس، أنا هقول اللي يرضي ربنا. اللي يرضي ربنا اللي هقوله، مش هقول اللي يرضي الناس. هقول الصح فين والغلط فين. يا استاذ مش هتكلم علي انا بتكلم على المفهوم العام. خالتك كلامك غلط وساثبته لك بالحجه. بتكلم على المفهوم العام. لا انا مش هرضي استاذ ايهاب ومش هرضي حضرتك ومش هرضي نفسي ومش هرضي اخويا ولا جيراني ولا اصدقائي ولا العالم. انت تجلد نفسك وتجلد الصح صح والغلط غلط. اسامح في حقي، اسامح في حقي الآخر. الى ابعد الحدود علشان اكون انسان خير وانسان طيب وانسان محترم والناس كلها تحبني علشان ربنا يحبني. لكن اذا كان هناك لكن يا ست الكل، لكن اذا كان هناك ما فيش حد يرضاها على نفسه ولا اهانه لشرفه ولا اهانه لكرامته ولا اهانه لبلده. ما تحكيش على دخلش الدوله، انا جبت لك مثال واضح، جبت لك دمك حضرتك حضرتك انت عارفاني وكل اللي يعرفوني كلهم عارفين اني متصالح مع نفسي ومتسامح الى ابعد الحدود، وحضرتك عارفه ده كويس جدا، الا في حاجتين: شرفي وبلدي. مش هتسامح فيهم واقولها على العلن واقولها للناس كلها. ما تسامحيش في الحاله هذه انت. انا نحب نزيد نوضح للمجتمع اللي يتفرج في الفنان عبدو عفيفي، انت في الحاله هذه ايش تعمل معاها؟ نحب نفهم في الحاله هذه شنو تعمل معاها؟ اختك اخطات في الحاله هذه ايش تعمل؟ تطردها من الدار؟ ستطردها؟ طب لا انا مش بقول كده، انا مش بقول كده، انا بقول يطبق عليها باش المجتمع ما يفهمش كيفي، باش المجتمع لا يفهم كيفي ولا نظلمك يا استاذ في اتخاذ قرارات. تفضل وضحنا. كل دولة وكل دين وكل مجتمع وكل معتقد له احكامه. خلينا واضحين، اعطيني رايك انت في هذا. انا اللطف عليها اختك وربي يفضل انا هقول لك رايي انا شريفه وعفيفه. احنا اعطينا المثال اللي باش نفهموا وجهه نظرك انت. نفرض انها انت اختك لقدر الله ارتكبت كذا، انت لهنا شنو موقفك؟ كيف ستتصرف؟ اعطينا موقف الفنان عبدو عفيفي اللي انتج اليوم اغنيه تنادي باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بكري يعطي فينا في ادله بالقران القران الكريم. نحب موقف الفنان عبدو عفيفي توا. نضحى تعاقب بقدر خطأها ويعاقبها الحاكم اللي هو له الحق انه يعاقبها، اذا كان ولي امرها او اذا كان الحاكم الديني او الحاكم القانوني. تحاكم بقدر خطأها، ما تتسابش، لا تسامح
والا اذا كان اذا كل كولي واحد امر، هيخطئ انت ما يسامح فيش عندك في خلاص. الحاكم، انت تصرفك معاها انت. انا نحب انت، قلبك انت، عقلك انت، تصرفك معاها انت، مش في الحاكم. عندي في الحاكم، انا نحبك انت. انا مش معاك يا استاذ عبده. اوكي انا مش معاك اوكي يا اوكي استاذ عبده، انا مش معاك. بص يا استاذ عبده، الانسان طيب لما النبي صلى الله عليه بيخطأ. وسلم، احنا مسلمين يا استاذ ايهاب، احنا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال السارق تقطع يده، اذا كان مش محتاج وسرق تقطع يده، هذا قانون ديني صح. الزاني يرجم حتى الموت، ديني ودينك، مش كده يا استاذ ايهاب؟ تمام مش كده؟ تمام. اما اذا كانت الجريمه اقل فالعقاب يكون اقل، ومش هحط القوانين من عندي، يا ده قانون أستاذ، ديني. يا أستاذ، يا أستاذ، نفرضوا هي الطفلة هذه أحبت، يعني هي حبته مثلا، حبت والراجل هذاك هو حبها، وهي أخطأت نتيجة عواطفها، يعني فهمتني؟ يعني أنت مش تكون شنو، يعني مش تجلد نفسك، تجلد عواطفها، تجلد مشاعرها. لا ما هو على هي مش حسب، تعمل أنت على لهنا حسب. شنو، جيب لها الحاكم برا، امشي ولم لها حكام العالم، حاسبها على مشاعرها. بعد يجي غني العبد الحليم. بص يا استاذ عبده، بص يا استاذ عبده، انت حضرتك اديت مثال سيء. بتطبيق الشريعه في حاله السرقه، في حاله الزنا، تمام. انا عايز ثانيه واحده يا استاذ ايهاب، ثانيه اسمعني واحده. بس السؤال. استاذ ايهاب، احلام بتقولي اديت مثال ايه؟ اسمعني. احلام قلت مثال ايه؟ اديت مثال سيء في الحكم على العواطف، خاصة على خاصة إن حكيت على أخت. أنا في بلاصتك فنان حياتي وتقاليدي حسيت. شنو وبلدي حياتي وتقاليدي يا وعشيرتي أستاذ؟ وديني احنا تجاوزنا. بمشي بيهم. شنو الدين؟ شنو الدين ما تظلمش الدين. الدين مش هذا اللي تحكي عليه، الدين رحيم. الدين ربي سبحانه غفور رحيم. ربي ايش احكي، تفكر الرابعه العدويه وتفكر غيرها من الذين عملوا ما عملوا وقت ركعوا وطلبوا العفو، ربي يغفر لهم وسامحهم. انت تسكر باب الرحمه، انت باب الرحمه سكرته، وربي غفور رحيم. شبيك عايشك ربي قلب، ما عرفش ما فهمتش انا. انت في كل خطأ نرجع الى الدين، في كل خطأ نرجع الى الدين. ما حلقتنا مازال فيها دقيقتين. استاذ احلام، انا بتكلم بس دقيقه واحده، اسمعي بس، انا بقول ايه اخر جمله، عشان اخر جمله بقول فيها ان اي خطأ مهما كان نرجع فيه الى الدين، وبحكم الدين ينفذ. طيب هسألك سؤال يا استاذ عبد. قانون من عندي. هسألك سؤال يا استاذ عبد. قانون من عندك. تفتكر من وجهة نظرك لما انسان يبقى خطاء او واحده بتخطأ في حاجه معينه، انهي افضل؟ ان انت بالحب وبالمشاعر تحتوي وتقوم وتعدل من السلوك، ولا تطبق الحد او تتم تطبيق الحد وبالتالي انت بتحكم على هذا الانسان او هذه الانسانه بانهاء حياتها وهي خاطئه وهي في الخطأ؟ تفتكر انهي احسن؟ إذا كان عندنا فرصة 1% للإصلاح بالحب نعمل ده، 1% بس. هو ده اللي أنا عايز أسمعه. لو عندنا فرصة 1% إن إحنا نصلح بالحب نعمل ده. تمام. مش هنلجأ للعنف ومش هنلجأ للكراهية ولا أي حاجة تانية، لا 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 لا، بنتعامل بده وبده. إذا كان في 1% بس إن أنا ممكن أصلح حياتها وأصلح دنيتها ب1% بس، أنا هعمل ده ومش هسيبه، هفضل وراه لحد كمان ما اطلعه من تحت الارض عشان اقدر اصلح حالها بشكل كويس. بس انا بقى عايز ده يشتغل قبل ده، ان ده دايما بيسعى في طريق الخير، لكن المشكله في ده هو اللي دايما بيدي الايعاز بالشر وبعدم الخير. لا 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 لا، أنا أختلف معاك. العقل والقلب يتفقا معا، لو اختلف الاثنين محدش هيامن بالله. أنا عرفت ربنا بعقلي مش بقلبي. أنا عرفت ربنا، ما تقطعنيش لو سمحت. بقلبي. أنا عرفت ربنا بعقلي، فهمت الدنيا رايحة فين وجاية منين. طب ده إزاي؟ بفكر بده، ربنا خلق لي ده بيشتغل، وإلا ما كانش ميزني عن الحيوان.
ربنا خلق ده عشان افكر بيه. طب انا اختي حصل منها موقف كذا كذا كذا، طب اقعد افكر، طب هو الصح فين والغلط فين؟ صح فين؟ لو اتبعت ده لوحده، الهوى والغضب اللي جوه قلبي هيخليني اعمل كتير. لا، انا بحكم الاثنين في بعض. العقل بيحكم صح، وان انا ما ارتكبش خطأ فوق الخطأ، والقلب بيكون رحيم في نفس الوقت، فبالتالي اطلع بنتيجة كويسة. والا ما كنتش افهم مين هو ربنا واحبه. ما حبيتهوش أنا بعقلي، أشوف حبيته العكس بقلبي. أستاذ إيهاب. و... فما وانا معاك. فما مثل مشكلة. يقول حتى في التلميذ، يقول لك تبعث صغيرك يقرأ مثلا، لو يكون المعلم هكا يطبق جوز واحد اثنين، ما يقبلكش التلميذ ما عادش يرجع المدرسة جملة. شو يقول لك حتى التكوين البيداغوجي يقول لك ادخلوا قلبه وتملك له عقله، فيولي يتعلم ويقبل كل شيء. وقت اللي يحبك التلميذ ويتسنس بيك ويولي يجي المدرسة خاطر هو محليه المعلم معاه وسيس ورقيق، يحب المعلم، يولي يتقبل منه كل شيء، يتقبل النصيحة، يتقبل المعلومة، يتقبل كل شيء. إذن القلب أولا ثم العقل. بص يا استاذ عبده، ثم نحكم بص يا العقل. استاذ عبده، انا لما بقول لك العقل او العقل ياتي بعد القلب، انا ما اقصدش ان انت تلغي عقلك، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. انت اديت مثال رائع وانا هرد عليك برضو بطريقتي. انت اديت مثل عباده ربنا سبحانه وتعالى. طب انا هسالك سؤال، تفتكر ايماننا بيعتمد وعقيدتنا بتعتمد على القلب ولا العقل؟ مش هدخل في الموال ده، لكن هقول لك ان انا امنت بربي مش عشان خاطر في قرآن كريم وفي رسول. انا امنت بالله بكل ما يحدث، بكل ما يحدث. امنت ان في اله واحد، اله عظيم واله كبير، فبالتالي بده. ولما بدات ان انا اشوف الحاجات دي، قلبي بدا يحب. طب ايه رايك؟ بقى انا امنت بربنا ان لو اعتمادك، طب اسمعني، ايه رايك ان انت لو هتعتمد على العقل بس، الملحدين اساس الحادهم هو الاعتماد على العقل. ليه بقى؟ هو لانه بيفكر غلط، يقعد لانه يفكر، ما وصلش النتيجه صح. هو يقعد يفكر. الملحد دايما راجل بيعتمد على النسبة وعلى المعادلات. يقعد يفكر، يقعد يقول لك الله، يعني ايه ربنا فصل السماء عن الارض؟ يعني ايه ربنا عمل فصل ما بين البحار والانهار؟ يعني ايه؟ ويقعد يفكر ويعمل معادلات ويدي امثله. التفكير والاعتماد على العقل هو اللي بيوصله للالحاد. لكن الرساله اللي انا عايز اقولها لك، طيب اسمح دايما المعادله المظبوطه هي القلب مع العقل. القلب هو الايمان بنسبه كبيره جدا. انت بتعتمد على قلبك، مش ساعات يقول لك استفتي قلبك. طيب. صح كده؟ ولكن ازاي يدخل مجموعه من الناس مثلا وليكن مش مسلمين، ليه بيامنوا بالله في الاسلام ويدخلوا الاسلام؟ اقول لك، عالم فضل يعمل ابحاث كتيره جدا جدا جدا، فلقى ان في بعوضه على ظهرها، بعوضه صغننه مش باينه غير بالميكروسكوب، بعد سنين وسنين 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 وسنين، وهو لا راجل ما كان بيفكر في دين ولا في حاجه خالص، ولا قلبه ولا حب ولا الكلام ده كله. لما عمل الابحاث دي كلها، اكتشف ان البحث اللي قعد معاها فيه سنين طويله دي كلها موجوده في ايه صغيره، ويضرب الله مثلا بعوضه فما فوقها. فلقى ان اللي جبله عايزها موجوده في القران الكريم اللي من 1500 سنه. فامن بالله عشان هو فكر ولف ودار. انا مش بتكلم في حاله، بتكلم ان لازم يكون عندك عقل. ما هو انت لو ما عندكش عقل مش هتامن بالله اصلا. هات واحد قلبه رحيم وبيحب الدنيا كلها، وشيل له عقل ده خليه ما يفكرش اصلا، مش هيعبد ربنا. يا اخويا، مش هيعبد ربنا، ما عندوش عقل. يا اخويا العزيز، احنا ما قلناش الغي عقلك، افهمني. احنا بنقول القلب مع العقل، لكن برضه حكم قلبك. العواطف دي حاجة تميز الإنسانية. العاطفة والإحساس
دول من اهم الاشياء اللي بيميزوا الانسانيه وبيحركوك ويحركوا غريزتك لكل ما هو فيه خير. لكن ما تحكمش ده لوحده، ان ده لوحده من غير عاطفه واحساس ممكن يودي الانسان في مصيبه، ممكن يوديه في داهيه. تمام تمام. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لو أنت ماشي في الشارع ولقيت أي حاجة في الشارع، لو حد داس عليها هتجرحه، هتقتله، هتموته. مين اللي بيروح يشيلها؟ قلبك ولا عقلك؟ عقلك بيفكر وقلبك بيقول حرام. إذا الاثنين صح، الاثنين ما ينفعش يستغنوا عن بعض. الاثنين صح، بيأمنوا صح. بالله، لا بس ينفع ده خلاص، لوحده ولا ينفع ده. بس كده زي الفل كده، تمام. معناتها التعامل بلغة التعاطف مع الذات لازم تكون رحيم بذاتك. طبعا. باش ما تكونش قاسي، باش ما تجلدش ذاتك، باش ما تظلمش غيرك. اهم حاجة تظلمش غيرك، تظلمش روحك. التمييز بين ما يمكن تغييره وما لا يمكن تغييره. فما حاجات ما نجموش نبدلوهم أستاذ عبد، نقبلوهم كما هما، نتعاملوا معاهم بصدر رحب، نحاولوا نغيروهم بما يرضي الله، بما يمكن تغييره لمساعدة الشخص هذاك، لمساعدة الشخص باش نحطوه على الطريق المستقيم ونعاونوه باش يسلك حياته، واحنا زيدا نكونوا في سلام وفي أمن، نعاونوا حتى احنا ذواتنا. ممارسة الأنشطة الإيجابية، نحدوا أهدافنا القصيرة والبعيدة بما زاد يرضي الله ويرضي أنفسنا، ونعيش في سلام وأمان. هذا هو التصالح مع الذات. مش حاجة كبيرة برشا، حتى على أقصر مدى. مش لازم احنا ما عندناش باش ناكلوا غدوة، خلينا ناكلوا توا اللي كتب ويا حي الغدوة. تصالحوا مع ذاتنا، ما نخموش برشا، ما نحرقوش أعصابنا برشا، ما نعيشوش بعد غدوتين ما عنديش باش ناكل ونعمل منها مشكله ونبدا نبكي بعد غدوه ونحرق دمي. لا، خلينا مصالحين مع ذاتنا، نمشيو خطوه خطوه، ما نخموش في الفلان شنو قال، لكن النقد نتاع العباد ننسوه، نعيشوا لذاتنا مرتاحين. فماش عليه انت ابارامون استاذ عبدو ياسر يهمك نقد العباد وكلام الناس اللي فهمتوا ايه مزعجك كيف هكا معانا. شوف محلينا هذه نجيب لنا كاستين شويه كاكاويه جاونا احلى وغنينا تو. انا نعمل لكم شويه شعر والايهاب الايهاب عندنا عملنا برنامج تابع يتفرجوا فينا الناس نشيخ ولا نحلوا فيلم هندي جاونا حاجه ما عنديش مشاكل. إذا حدث خطأ فلا بد من إيقافه ومعالجته. إذا حدث خطأ لابد من إيقافه ومعالجته. عالجناه الخطأ وفي تصالحنا مع ذواتنا تو هاكا انت وفي الموضوع. وهذا هو استاذ شنو باش نخليك انت تختم كما بطريقتك استاذ ونخدم بطريقتي ويخدم المطرب عبدو، خاطر انا عندي لايف راهو مش مسجل برنامجنا استاذ مش العمل ربطوني بوقت محدد والموضوع كبير برشا بالحق شويه عليه الوقت هذا. موضوع جميل الحقيقه، وانا بشكرك جدا جدا على اثاره هذا الموضوع الهام، موضوع قصه ان الواحد ازاي يتصالح مع النفس ويتصالح مع الذات. لكن انا عايز اقف عند اخر نقطه ممكن نتكلم فيها، حاجه من الحاجات الاساسيه اللي ممكن تساعد الانسان ان هو يبقى متسامح مع نفسه، التوقف عن الشكوى والتذمر. وهنا بيجي قدامها الرضا. كل ما كان الانسان عنده رضا بحياته ورضا بتصرفاته واللي ربنا كاتبه له في حياته، كل ما الانسان قدر يعيش في سلام مع نفسه ويعيش في سلام مع اللي حواليه. كل ما الانسان بعد عن فكره الرضا والشكر الحمد لله ديما لازم تكون في فهمنا على كل شيء، حتى على النفس اللي داخل وخارج. الحمد لله والشكر لله على نعم الله. فما ناس راهي مريضه عندها ضيق النفس، عندها امراض كثيره وحامده ربي وشكرته، وناس عندها كل شيء وتتذمر، راهو ربي يرفع عليك النعم. مظبوط. محلى وجودكم في حياتي ومحلى البرنامج، وان شاء الله يا ربي نكونوا افدنا العباد. شوف وجود الاستاذ عبدو، نحب نقول لكم حاجه مهمه ياسر. كنا لاحظتوا
يمشيش في بالكم العبد ولا الفنان هذاك رأيه بالحق؟ صدقت اللي هو رأيه بالحق. حبيت نقول لكم اللي هذاك افتعال، هذاك مجرد تمثيل جست لإثارتكم باش احنا نلقوا حكاية. حبيت نوريكم الانسان المتسلط، حبيت نوريكم بالحق كيفاش يعمل مشكله ويعمل وجع والم في المجتمع، وش معناها انسان ماهوش متصالح مع ذاته وفي الاخر يتم اقناعه. الكاميرا كشيه الاعلامي ايهاب حليم توجعته. انت عملتي مقلب فيا. حسيت وجهك تبدل، توجعت، خفت. بالحق معناها أدى الدور على المسرح. لو كنا على المسرح أستاذ إيهاب لازم أكون صوت وصورة للمستمع أو المشاهد اللي قدامي، فالمشاهد بيشوف اللي قدامه والمخرج اللي قدامه صدقتك وحركة. فأنا يعني أكون بضحك معاكم وبعدين أجي أعمل أقول مثلا وأنا بضحك وأهزر معاكم كده وأروح أعمل كده يخونوا وعمره ما خانوا. أضحك بره المسرح وأنا على المسرح. والله اصل انا وظيفتي ان انا ازاي اوصل لك الرساله، ازاي اوصل لك المعلومه كمطرب، ان انا اقف على المسرح اضحك بره مع اولادي واهزر معاهم وادخل على المسرح اغني واقول خدعتني ضحكته وخانتني دمعته. ولازم تصدقني لو انا عملت غير كده هبقى فاشل. لازم اوصل لك المعلومه، اوصل لك احساس الناس اللي تعبت، الناس اللي كتبت، الناس اللي لحنت. فانا الاله اللي هي بتطلع الاحساس ده، ولو انا ما عملتش ده ابقى فاشل. المقصود من كلامي ان احنا لازم، لو انت ضغط عليك الظلم، ضغط عليك القهر، ضغط عليك التشبع انك تبقى انسان شرير، لا، حاول تمتص غضبك وتطلع بالصوره الحلوه. مظبوط. بيورينا المشاكل العرقيه والتعصب ذاك كيفاش يوصلنا وشنو يعمل فينا. نجح الحقيقه. انا بدي صدقته. انا بدي صدقته. Bon, merci à votre attention. Que vous soyez, j'ai passé les meilleurs moments avec vous. منصوري أحلام، la poète tunisienne منصوري أحلام, à l'homme médiatique إيهاب حليم, à l'artiste Abdou Afifi grâce au programme d'auto-réconciliation, la réconciliation avec soi-même. أتصالح مع ذاك. نخلي كلمة الختام اللي هي بحالي الإعلامي إيهاب حليم، وأيضا المطرب عبدو عفيفي أوقات به. الحقيقة أنا عجبني الموضوع ونحبكم برشا في حلقة جديدة، موضوع جديد. إلى اللقاء. تفضل أستاذ، كلمتك الأخيرة، وعبدو عفيفي كلمتكم الأخيرة. بشكرك زميلتي الإعلامية والشاعرة المتألقة أحلام المنصوري، والمطرب الرائع القوي صاحب الحنجرة القوية والصوت الجبلي عبدو عفيفي. الحقيقة كنت النهاردة في قمة السعادة واتمتعت معاكم كتير في تقديم الحلقة المميزة وموضوع النهاردة عن التصالح مع الذات. الحقيقة موضوع التصالح مع الذات هو موضوع مهم جدا جدا، وأتمنى يا رب إن كل اللي يكونوا اتفرجوا علينا وسمعونا النهاردة وشافونا يعيدوا حساباتهم مرة تانية وتالتة، ويفكروا كويس إن الإنسان كل ما قدر إن هو يبقى عايش في سلام نفسي مع نفسه ومع اللي حواليه، كل ما نسبة أخطائه قلت، وكل ما كانت علاقته بربنا سبحانه وتعالى قوية جدا. فكونوا متصالحين مع نفسكم من فضلكم. عبدو عفيفي تفضل. المطرب الممثل. المطرب الممثل.
بشكر أستاذ أحلام بجد على الفكرة الجميلة دي اللي مفيش حد كتير بيتكلم عنها. وطبعا بشكر أستاذ إيهاب حليم الإعلام الكبير إن هو قدر بخبراته وكل حاجة عدت في حياته إن هو يقدر يوصل لنا معلومة حلوة جدا 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 وحاجات ومعلومات قيمة جدا. وسامحوني على اللي حصل، كان بس مجرد إن احنا نوصل لكم المعلومة بطريقة صح. التصالح مع النفس إذا تم بطريقة صحيحة صلح المجتمع. إذا تم التصالح بطريقة صحيحة ودائمة صلح المجتمع. شكرا أستاذ أحلام، شكرا أستاذ إيهاب. ان شاء الله العالمي يهب حليم يسمعنا على الكاميرا كشي.